مهم جدا وانت بتتمرن كتف انك تهتم بالعده السلبيه. يعني لما ترفع الدمبل كده مثلا في اللاترال ريزز او في الكتف الجانبي، حاول وانت نازل تنزل بشكل كنترولد شويه، بحيث ان انت تستفيد باكتر ضغط على العضله في الحركه كلها. وعشان تعمل الحركه دي بشكل بيرفكت، حاول انك تتمرن الكتف الجانبي على الكيبل اكتر من الدمبل، عشان دايما هيخلي فيه ضغط على الكتف على طول المدى الحركي بتاع التمرين. 90% من الناس اللي كتفهم ضعيف لما بشوفهم يتمرنوا بلاقيهم بيركزوا جدا على حته الاوزان. مش مهم يتمرجح، مش مهم يلعب غلط، المهم ان هو يرفع اوزان عشان يحسس نفسه ان هو فعلا بيستفاد. لكن انت كده مش بتستفاد. العب وزن خفيف والعب بتكنيك مظبوط، لان في عضلات ممكن ينفع معاها العتاله اللي انت بتعملها دي، ولكن في عضلات بتبقى محتاجه ذكاء شويه وتكنيك عشان تركز عليها هي بشكل مباشر وتقلل العضلات المساعده اللي بتشتغل معاك في الحركه. طبعا مش محتاج اقول لك، اي عضله عشان تتطور محتاج انك تهتم بالتغذيه وتريح بعدها كويس وتزود اوزانك اسبوع باسبوع وهتلاقي نتيجه. بس كده، الموضوع بسيط.